فانا هيكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وادي الجيب زي ما انتوا شايفه بقى كده يا ست الكل. ادي الدرس، شايفينه بقى وجماله في اللبس كمان تحفه جدا. وتاني دي نص سنتي في نص سنتي اهو. تمام. وهيكون معايا في الاخر بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. معاكم أختكم أم زياد. للي أول مرة يشوفني ويشوف قناتي، ولو فيديوهاتي عجبتكم يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. النهاردة هنعمل موديل القمر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بأقل قماش يعني بمترين ونص بس من القماش. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله بعد الرضا، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. دلوقتي انا بطبق القماش كده اهو على 2 زي ما انتم شايفين. تمام. عرض القماش 150 سنتي، وقلنا كمية القماش هيكونوا مترين ونص. تمام كده. الناحية المقفولة اللي بره اهي والناحية المفتوحة ناحيتي. هبتدي اظبط بس القماش، بسويه يعني، باخد خط كده وبعد كده هقص الزيادة دي عشان يكون معايا القماش مظبوط. وبعد ما سويت القماش بالشكل ده وزي ما هو متطبق على 2 اهو، الناحية المقفولة اهي ناحيتي. تمام. هبتدي اقيس منها 70 سنتي. من هنا كده هقيس 70 سنتي واحط علامة. تمام اهو بالشكل ده، واحط علامة كده. من الناحية التانية برضو نفس الحكاية، هقيس 70 سنتي واحط علامة. وبعد كده هقص الجزء اللي انا حطيت فيه العلامة اللي هو 70 سنتي ده كده، هفصله عن القماش. تمام كده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هحط كمية القماش المتبقية كده على جنب وهبتدي أشتغل في اللي هي القطعة اللي أنا خدتها اللي 70 سنتي. تمام. هتنيها بالشكل ده أهو. يعني هتكون معايا متنية على 4 بالشكل ده. البرسل بيكون من الجنب يا جماعة كده، والناحية المقفولة من الجنب أهو. وادي التانية بتاعتها المقفولة. تمام. هساوي القماش كويس وبعد كده هشتغل اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي اخد مقاس الرقبة الخلفية 11 سنتي وهحط علامة وهنزل 3 سنتي بالشكل ده اهو. لو انت حاباها تكون واسعة شوية ممكن تنزلي 4 سنتي، انا نزلت 3. وهرسم رسمة الرقبة الخلفية بالشكل ده. تمام. طول الصدر هيكون معايا كده 35 سنتي، لان هما 70 سنتي وطبقتهم على بعض. من عند الرقبة كده هاخد 40 سنتي واحط علامة. تمام. ومن عند النقطة ديت كده هنزل 5 سنتي اللي هو ميل الكتف، بس هناخده من عند الكم. ومن عند ميل الكتف كده، ميل الكتف هيكون معايا 5 سنتي زي ما قلت لكم. وبعد كده هنزل 22 سنتي. هاخد خط من عند الرقبة كده لحد فتحة الكم اهي بالشكل ده مع ميل الكتف اهو. وبعد كده هنزل على فتحة الكم اللي هي 22 سنتي برضو، هعمل خط كده برضو. تمام. ربع دوران الصدر هيكون معايا 30 سنتي. تمام. هيكون معايا 30 سنتي واحط علامة بالشكل دوت. ومن عند النقطة 30 سنتي هطلع 6 سنتي بالشكل ده، وهبتدي اوصلها بفتحة الكم اهو زي ما انتم شايفين. تمام. وبعد كده هوصلها ب6 سنتي اهم اللي انا عملتهم. من عند الزاوية القايمة ديت هطلع 1.5 سنتي، وبعد كده هعملها بدوران بالشكل ده. ومن هنا كده هطلع 2 سنتي او ممكن سنتي ونص يعني، وهاخده على مفيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وهبتدي اقص الباترون اللي رسمته على القماش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. نصلي مع بعض على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم. وبعد ما قصيت الباترون بقى الصدر معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام كده.
هشيل كل زيادة من القماش اهو، والاتنين سنتي دول هشيلهم كده على ما فيش زي ما انتم شايفين، على اساس ان يكون الصدر من الجنب ما يكونش مهدل كده، يعني يكون مظبوط. تمام. ومن هنا كده هعمل فرد في النص. تمام. هشيل القطعة اللي هي تعتبر الظهر. دلوقتي كده هاخد مقاس الرقبة الأمامية، هنزل 6 سنتي واحط علامة وهرسمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. هتبقى معايا بالشكل ده اهو. دلوقتي كده هفرد الصدر زي ما انتم شايفين. نص دوران الصدر هيكون معايا 60 سنتي. تمام. وهو مفرود وهو متطبق على 4، خدت 30 سنتي. تمام. فأنا دلوقتي عايزة الجزء التاني من الدرس ما يكونش يعني مكشكش قوي، لا أنا عايزاه بسيط كده، وأنا معايا 2.5 متر يعني. فهنشوف هنعمل ازاي، بس أهم حاجة دلوقتي هطبق القماش زي ما انتم شايفين كده. هجيب قطعة قماش عشان أعمل سجاف للرقبة الأمامية اهو بالشكل ده. هطبقها تكون الناحية المقفولة للسجاف مع الناحية المقفولة عند الرقبة، وهبتدي أرسم نفس شكل فتحة الرقبة بالظبط زي ما انتم شايفين كده اهو. والكتف هاخد بس 6 سنتي واحط علامة زي ما انتم شايفين. تمام اهو. وهبتدي اعمل دوران للسجاف بالشكل ده، وهقص رسمة الرقبة، وهساوي الكتف كده، وهيكون معايا السجاف من الناحية المقفولة كده هيكون 3 سنتي لحد الكتف كده هتكون 6 سنتي. تمام. وهبتدي اساوي الزيادة كده وهفردها، وهجيب قطعة الأمام اهو بالشكل ده، وهبتدي احط عليها السجاف وهثبتها بالديابيس من الامام، وبعد كده هقلبها للخلف على الظهر يعني. تمام. هثبتها بالديابيس اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده هخيطها على المكنه. تمام كده. هجيب قطعه الظهر، وهجيب برضو قطع من القماش اهو وهطبقها، ومن الناحيه المقفوله اهو هحط الرقبه، برضه هيكون المقفول على المقفول الاتنين مع بعض، وهرسم رسمه الرقبه الخلفيه اهو بالشكل ده. وهخرج برضو 6 سنتي كده من عند الكتف اهو، وهحط علامة زي ما انتم شايفين كده. وديت بقى هاخدها بدوران شوية، يعني هاخد من كمية القماش هتكون اكبر، على اساس ان دي هتكون في الظهر بتكون اكبر شوية من الامام اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهقص الرقبة كده، وهقص الجزء اللي الزيادة من الكتف، وهبتدي برضو احطها وهثبتها بالدبابيس زي ما انتم شايفين اهو. اما باجي اخيط السجاف مع الصدر بحط الوش على الوش زي ما انتم شايفين اهو، وبعد كده لما بخيط بقلبه لجوه. دلوقتي كده بفتح الخياطه زي ما انتم شايفين اهو، وبقلبه لجوه كده، وبثبته برضو بالدبابيس. تمام اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهخيط بعد كده على المكنه. نصلي مع بعض على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم. ولو فضلت معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسيش الكومنت واللايك الجميل. دلوقتي كده انا جبت بقيه القماش. طبعا عندي الصدر نص الدوران الصدر هيكون 60 سنتي، فانا طبعا الجزء التاني هيكون فيه كشكشه. تمام. فالقماش معايا مش هيكفي، لان انا خدت 70 سنتي من ال2.5 متر. هيتبقى من القماش معايا 1.80 متر. تمام. فمش هيكفي لطول القطعتين للخلف وللأمام. فهعمل ايه؟ هاخد من عند البرصل كده، هخلي البرصل اللي فوق يعني هعمل العرض طول هاخد 90 سنتي للأمام و90 سنتي للخلف. تمام كده. الطول الكلي الدرس هيكون معايا 155. تمام. هو 150 سنتي للطول الكلي و5 سنتي للخياطة وللتانية الديل. الجزء الأولاني من الدرس هيكون طوله 35 سنتي. تمام. فهيتبقى من الطول هيكون 120، هاخدهم كده وهقص. يعني أنا خدت كده 120 سنتي وهقص اللي هو الطول. تمام كده.
يعني انا دلوقتي كده عملت العرض طول، يعني البرسل هيكون من فوق خدت 90 سنتي، وبعد كده قست طول الجزء التاني من الدرس هيكون 120 سنتي. تمام. لو انت حابة يكون الكشكشة تبع الدرس يعني تكون اكتر شوية، ممكن تاخديها على متر. تمام. دلوقتي انا عندي نص دوران الصدر هيكون 60 سنتي، فانا هاخد عرضه مرة ونص، يعني 60 سنتي زائد 30 سنتي هيديني ايه؟ ال90 سنتي اللي انا خدتهم دول. وهكشكش الجزء التاني من الدرس كده، وهخيط السجاف اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هقلبه للخلف، وهعمل بنطة صغيرة كده على طرف القماش على اساس ان هو يثبت السجاف. تمام. وتنيته كده لجوه تانية بسيطة، لو انت عندك اوفر يعني تمام ممكن تعملي اوفر. في الاول انا عملت معاكم السجاف للخلف، ودلوقتي عملت السجاف للامام اهو زي ما انتم شايفين. وهبتدي برضو افتح نفس الحكاية زي ما عملت في السجاف الخلف. تمام. وهبتدي اقلبه برضو كده، وهثبته بالديابيس، وهاخده بنطة خياطة على طرف الرقبة كده، يعني على طرف القماش، على اساس انها تثبت لي السجاف. تمام كده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي كده هخيط الرقبة الأمامية أهو، هعملها يعني بنطة خياطة كده بسيطة من على طرف القماش. هجيب الجزء الأمامي اللي هكشكشه كده، اللي هعمله للجزء التاني للدرس يعني أهو، قطعة 90 سنتي بساويها كده، وشلت منها البرسل. هتنيها كده، هطبقها على 2 عشان عايزة أعمل جيب في القطعة الأمامية. تمام كده. من هنا كده هدخل 8.5 سنتي واحط علامة، وبعد كده من الجنب هنزل 14 سنتي واحط علامة. تمام. وهظبط ما بينهم كده على اساس بس تديني دوران. تمام اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعملت شكل الجيب اهو. هقص القطعة ديت كده اهي، وهيكون شكل الجيب هيكون معايا بالشكل دوت. هجيب قطعتين من القماش زي ما انتم شايفين اهو، هما قطعتين من القماش، وبعد كده طبقتهم بقوا معايا 4 طبقات، ناحية مقفولة وناحية مفتوحة. تمام كده. طول الجيب معايا هيكون 22 سنتي في عرض 20 سنتي. تمام كده اهو. وهفرد قطعة واحدة منهم، وهحطها على القطعة اللي انا قصيتها اهي، وهقص نفس الشكل بالظبط رسمة الجيب اهو. تمام. وبعد كده هتنيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وهيكون معايا الجيب بالشكل ده. وبعد كده هحط الوش على الوش، وهثبتها بالدبابيس بالشكل ده حوالين داير الجيب اهو. يعني انا باخد قطعة عرضها بيكون مثلا 44 سنتي. تمام. في عرض 40 سنتي، وبتنيها قطعتين زي ما انتم شايفين كده. من عند الطرف بقص نفس رسمة الجيب، وباخد الجزء التاني من غير ما اقصه واروح حاطاه على الجيب. تمام. وهعمل نفس الحكاية اهو زي ما انتم شايفين اهو. خدت طرف القماش اللي هي القطعة اللي انا هعملها الجيب، ورسمت نفس الشكل اهو، وهقص الجزء ده اهو. وبدبسها بالدبابيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحط الوش على الوش اهو، وبعدين كده بعد كده بقلبها على الظهر يعني اهي بالشكل ده. هيكون معايا شكل الجيب كده اهو. وبجيب الطرف التاني اهو، واحط الطرف على الطرف اهو بالشكل ده، وبثبت الجيب. وبعد كده هكشكش الجزء ده كده اهو، وجزء الخلف. دلوقتي كده انا كشكشت الجزء الخلف، وهجيب صدر الخلف احط الفرد على الفرد بالشكل ده اهو. وبعد ما بثبته بالديابيس كده بخيطه على المكنة بالشكل ده. تمام.
ودلوقتي بعد ما خيطته اهو، دلوقتي ده جزء الخلف. تمام. وخدت بنت خياطة كده على طرف القماش كده عند الرقبة الخلفية زي ما انتم شايفين اهو. تمام كده. وادي كشكشة الجزء التاني يعني بسيطة، مش كتير اوفر يعني. دلوقتي كده اهو جزء الامام بالشكل ده، برضه خدت بنت خياطة كده على طرف القماش زي ما انتم شايفين اهو. وهجيب الجزء التاني اهو بعد ما خيطت الجيب بالشكل ده. هفتح الخياطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو الاول، وبعد كده هثبته. يعني برضو هاخد بنت خياطة كده على طرف القماش على اساس ان يثبت لي الجيب، بس هثبت الاول بالدايرة زي ما انتوا شايفين. هنصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. ولو فضلتي معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسيش الصلاة على النبي في التعليقات والكومنت الجميل. زي ما انتم شايفين اهو ادي الجيب التاني برضو هعمل نفس الحكاية اهو. هفتح الخياطة. تمام. وبعد كده هقلب بالشكل ده وهثبته بالدايريس، وهعمل برضو بنت خياطة على طرف القماش. سهل جدا يعني وبسيط طريقة الجيب ديت. وبعد كده هاخد الطرف التاني اهو من قطعة القماش وهظبطها على شكل الجيب بالظبط زي ما انتم شايفين اهو. هيكون معايا بالشكل ده. وهخيط الجزء ده اهو هثبته برضو. هيكون معايا مثلا تقريبا زي 4 سم كده لوحدهم، هثبتهم خياطة في الجنب طبعا الأسفل. وهيكون معايا الجيب كده هثبت من الجزء من فوق من عند الكشكشة. هيكون الجيب قدام الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي الجيب التاني اهو نفس الحكاية برضو. هحط طرف على طرف اهو من تحت مع القماش اهو، وهثبت بالدبوس. وهسيب جزء زي 4 سم كده دول هخيطهم مع بعض. طبعا الجنب مقفول زي ما انتوا شايفين. هاجي من فوق من هنا من عند الكشكشة هظبط القماش او الجيب، رسمة الجيب تكون مستريحة معايا وهثبتها بالدايرة. تمام. هيكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. هخيطه وهرجع خيطت الجيب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. هثبت من هنا بس حاجات بسيطة، وهثبتها من فوق برضه مع الكشكشة اهو عشان يكون الجيب ثابت معايا. وبعد كده هجيب جزء الصدر من عند الخد كده من النص، هثبت في الأول واحط الطرف على الطرف اهو بالشكل ده، وهثبت جزء الصدر. تمام. وبعد كده هخيطه بالمكان زي ما انتم شايفين كده. ثبته اهو، وادي شكله اهو بعد ما ثبته بالدبيس. وادي شكل الجيب اهو زي ما انتم شايفين. تمام كده. هخيطه وارجع لكم تاني. دلوقتي انا خيطت الظهر اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده خيطت الامام. بعد كده هحط الكتف على الكتف بالشكل ده. حطيت الوش على الوش زي ما انتم شايفين اهو، وهبتدي اثبت بالدبابيس الكتف على الكتف بالشكل ده اهو. وادي الكتف التاني اهو هثبته بالشكل ده. تمام. نصلي مع بعض على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم. واخيطهم وهرجع لكم تاني. ممكن لو انت حابه تثبتي السجاف مع بعضيه كده بالشكل ده وبعد كده تقلبي تمام. وممكن لو عايزه تثبتيهم على طول خياطه عاديه مع الكتف تمام برضو. تمام كده. وهبتدي اتني الكم كده نص سنتي في نص سنتي بالطريقه ديت اهو. والكم التاني هيكون نفس الحكايه، اخيط بالشكل ده الكتف اهو وتنيت الكمام اهو بالطريقه دي. هبتدي بقى اسد الجنب مع الكم اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هثبت بالدبابيس الاول وبعد كده هخيط. هاخد الخياطة كده لحد الديل. تمام اهو. ادي الجنب الاولاني وادي الجنب التاني اهو، وبرضو بثبت بالدبابيس اهو لحد
الديل، يعني باخد خياطة واحدة من عند الكم لحد الديل بالشكل ده. تمام كده. وبعد كده هخيطه على المكنة، هيكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وادي الجيب زي ما انتوا شايفة بقى كده يا ست الكل. ادي الدريس، شايفينه بقى وجماله في اللبس كمان تحفة جدا. وتاني الديل نص سنتي في نص سنتي اهو. تمام. وهيكون معايا في الاخر بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو. تمام. وكشكشته بسيطة يعني، ومش اوفر قوي، حاجات بسيطة كده وجميلة. واكتر قماش ينفع خياطة الدرس دوت اللي هو الفسكوز الطري جدا او الفسكوز العادي. اهم حاجة يكون قماش طري مش محمل. كده الفيديو خلص يا حلوين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.